قلنا الموضوع الأخوة الأعزاء قوة الدليل الوهمي في الخطاب الديني. عادة الخطاب الديني أدلة ضعيفة وباطلة ووهمية لكنها قوية، بعكس الدليل المنطقي. كثير من يكون دليل منطقي ومعقول بس مو مقبول عند الناس، لأنه ميول وأهواء. هسه هذه التفاصيل سوف تأتي. زين، الفرق بين الدليل المنطقي والدليل الوهمي. الدليل المنطقي يعتمد على بديهيات وأسس عقلية يعني مقبولة عند جميع العقلاء. مثلا الدليل المنطقي ألف يساوي باء وباء تساوي ألف، باء تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم. هاي بديهية المساوي مساوي مساوي. زين، أو العلم مثلا استقراء، بديهيات صارت. يعني مثلا القياس المنطقي والفلسفي، مثلا هذا غراب وكل غراب أسود، إذن هذا أسود. هذا شيء واضح. لكن الدليل الديني يقوم على وهميات، أساسه مو عقلاني، رغبات شهوات لكنه قوي. بعدين نجي سر قوة هذا الدليل، شلون أدلة قرآنية، أدلة الدينية، علماء الأديان. شوف أساسها مو منطقي بس قوية. شنو السر؟ سنأتي مثلا نماذج من أدلة دينية، مثلا آيات قرآنية، نشوف هذا الدليل منطقي لو وهمي. ونحن ندعي أن كل الأدلة القرآنية والدينية كلها موهومة، ولكنها دليل خطابي، يسموه خطابي، يعني دليل غرض الإقناع، مو غرض بيان الحقيقة، غرض الإقناع بأي شكل كان. زين، نماذج من الدليل الديني الوهمي. لماذا نقول وهمي؟ عندنا شواهد. اولا مثلا خمس ايات نذكر، وبعدين نتطرق الى الفرق والاساس قوة الخطاب الديني مع انه وهمي. زين، مثلا القرآن يقول في سورة المائدة مثلا، يقول وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هاي واضحة، كل واحد يدعي. زين، شنو الدليل؟ ردهم، القرآن يرد عليهم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. إذا صحيح أنتم أبناء الله فلم يعذبكم بذنوبكم. هذا شنو العلاقة؟ تعذيب. أولا إذا كان بالآخرة، هو فعلا هسه ماكو آخرة، يمكن بالآخرة هم بالجنة والمسلمين بالنار. هذا مو فلما يعذبكم بذنوبكم يعني في الدنيا. في الدنيا المسلمين والمسيحيين كل الأطراف سيان، يعني كلهم يبتلون بأمراض بخسائر كذا. فأنت ليش تقول هذا تعذيب؟ وبالنسبة للمؤمنين المسلمين لا، مو تعذيب، يعني امتحان، يسموه امتحان واختبار. ذولاك هم يقولون، المسيحيون يقولون مثلا هذا أيضا اختبار، ويمكن الآب يختبر أبنائه، يعني يقسي عليهم لتربيتهم، هاي تربية. فما فد شيء ماذا ربط؟ يعني ماكو علاقة. فلما يعذبكم بذنوبكم، أول اثبت أنه هذا تعذيب، وثانيا هو لكل مشتركين. المسلمين أيضا يخسرون، يمرضون، هذا المرض
على كل هذا واحد. شوف الدليل الضعيف، يعني الدليل أنه بطلان قول النصارى أنه يعذبكم لا في الدنيا لا في الآخرة. شنو التعذيب؟ مو معلوم. زين. الثاني، الشاهد الثاني أدلة إبراهيم عندما واجه النمرود وعباد الأصنام. مرة يقول هذول الأصنام لا ينفعون، لا يأكلون، لا يجيبوكم، لا يشربون، لا. إذن الله أيضا لا يأكل، لا يشرب، لا يستجيب. آلاف المرات الناس يدعون ما يستجيب. هذول الأصنام هم كذلك، يعني ماكو فرق. مرة تقول يقول إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن إذا الله قادر، هو الله يأتي بها من المغرب. النمرود يستطيع أن يرد عليه، ويمكن رد عليه بس القرآن ما يذكر. إذا كان هذا دليل صحيح، ويقول له أنت قل لي إلهك حتى يأتي بالشمس من المغرب، أنا آتي بالشمس من المشرق فأتي. فايش الدليل ضعيف. ويقول فبهت الذي كفر. وين بهته؟ فالدليل غير منطقي يعني. زين. هسه هذا المورد الثاني. المورد الثالث يقول في سورة الرعد في الأخير آخر آية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أنت مو رسول الله. شنو جوابهم؟ شنو؟ قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم، الله يشهد أنه أنا رسول. فالشيء هذا الدليل. وذاك أيضا يستطيعون استدلال. المسيحيين يقول الله يشهد أنه المسيح ابن الله، كما سمعوا صوت بالسماء يقول هذا ابني فاطيعوه. وهكذا اليهود وهكذا البوذائيين، كل واحد يدعي أنه الله أمرنا، الله يشهد. وين هذا الدليل؟ شنو الدليل؟ هو هذا. على أي حال شوف هذا الاستدلال، الله يشهد أنه أنا رسول. زين. الرابع نفس المعنى أيضا في آيات كثيرة في التوحيد، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولا ملائكة وينهم؟ هو يشهد لنفسه، كل واحد يشهد لنفسه، هذا باطل. هو قاعدة أنه إذا يشهد ضد نفسه مقبول. شهادة العقلاء على أنفسهم حجة، مو لأنفسهم. هو يقول أنه أنا صادق، مو حجة. أنا واحد، الله يقول أنا واحد، وين ذاك هم يقول أنه الآلهة متعددة. هي الآلهة تشهد بأنها متعددة. والمسيحيين يقول الله يشهد بأنه 3 أقانيم. شنو؟ وين القبض؟ وين هذا الدليل؟ زين. والأخير مثلا وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. كفار يقول آية في معجزة شيء ما عندك. يقول شنو الجواب؟ يقول إن الله قادر على أن يبعث معجزة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يعلمون أن الله قادر. يدري قادر مو معناته أنه صحيح هو أرسل هذا الرسول. أنت جيب دليل أنه أنت رسول الله. فهذا الدليل أنه الله قادر. مثلا الله قادر على إحياء الموتى، مو دليل أنه صحيح واحد راح يحيي الموتى. القدرة أوسع من الإمكان والواقع. قدرة الله قادر أنه الآن يخلق جبال من ذهب. وين صح موجود الآن جبال من ذهب؟ لا. إمكانية الشيء ما معلوم أنه هذا راح يصير واقع وصاير واقع حق. بالعكس القاعدة الفلسفية بالعكس، الوقوع دليل على الإمكان. فشي واقع إذا ممكن، هو مو فشي ممكن دليل أنه واقع. هذا فشي. زين. هسه احنا نقول
ماذا لماذا السؤال هنا لماذا أدلة القرآن أو الإسلام الديني ينفذ القلوب وقوي، وشنو الفرق مع الدليل المنطقي؟ لماذا الدليل المنطقي يمكن كثير من الناس ما يقبلوه أو بعض الناس يقبلوه؟ زين. الأول أن الخطاب الديني، الدليل الديني يعتمد على اللغة، ليست في الدليل المنطقي والدليل الطبيعي. علماء الطبيعة الدليل العلمي يعني يعتمد على ما موجود في الطبيعة مو اللغة. يعني خطاب هذا احنا نسميه الدليل الخطابي، الدليل الديني دليل خطابي. في المنطق عندنا نوعين من الخطاب، خطاب عقلاني ومنطقي يعتمد على البديهيات، يعتمد على الاستقراء مثلا دليل علمي. لكن الدليل الديني والقرآني خطاب ويعتمد على اللغة، واللغة ثابت أنه اللغة الدليل اللغوي يعتمد على كل الكلام النصوص، يعني تعتمد على 3 أركان: المتكلم، ما هو المتكلم، والمتلقي، والمعاني اللغوية. 3 يعني دخيلة في المعنى، يعني مو فقط الكلمة هذا ماء يدل على هذا الماء، هذا كتاب يدل على الكتاب. هذا دليل علمي، دليل منطقي، هذا ما أخذ بنظر الاعتبار القائل والمتلقي والسامع، ما له ربط. هذا كتاب وكل كتاب فيه أوراق مثلا، وكل كتاب فيه معلومات، وهذا الماء كل ماء سائل، ما له ربط ويا القائل والمستمع. لكن الخطاب الديني دليل الخطاب، يعني لماذا نقول أنه هذا موهوم لكنه قوي؟ يعتمد على 3 أركان: على القائل، والقائل بتأثير نفسيا على المتلقي، على السامع، على الناس. مثلا القائل هو الله، أو القائل مثلا النبي محمد، فكل ما يقول هذا تأثير النفسي قوي جدا، حتى لو كان خلاف المنطق، هذا لأنه هذا الله قال. أو عند الشيعة مثلا الإمام علي قال، الإمام الصادق قال، أو عند المسيحيين مثلا الكتاب المقدس. فهذا هذا الأركان ال3: الأول هو المؤلف، هو القائل ومتكلم، له تأثير لأنه مقدس، له تأثير كبير في المتلقي. والثاني المتلقي أيضا له دور في قوة هذا الخطاب. ليش؟ لأنه هذا المتلقي هو يعتقد بأنه هذا الخطاب مقدس، هذا الخطاب صحيح 100%، يعني القرآن صحيح 100%، لا تحريف لا نقص لا كذا. فمن أول هو عنده عقيدة، فعندما يأتي إلى دليل آية قرآنية فيها دليل رأسا يقبله حتى بلا نقاش أنه هذا يمكن خطأ، لا، إذا لأنه يسموه حجاب القداسة. أما إذا المسيحي الملحد لما يقرأ القرآن يشوف كثير من الأخطاء. ليش؟ لأنه ما عنده حجاب القداسة. فالمتلقي أيضا له دور، يعني المسبوقات هذا من المنطقية، المسبوقات والقبليات الفكرية والذهنية والمزاجية والثقافية لها دور في التأثير. ولهذا حتى لو كان دليل ضعيف دليل قوي، يعني قوة، هو موضوعنا قوة الدليل مع الوهمي لكنه قوي ويأثر. ولهذا شوف التأثير القرآن 1400 سنة لحد الآن، شوف شو هياج الناس وشي، واحد ألف آيات شيطانية ملايين طلعوا تظاهرات مثلا ضده. هذا تأثير لأنه آيات شيطانية تمس القرآن. وهكذا في المسيحية وفي كل الأديان التأثير قوي مع أنه دليل وهمي. شوف هذا السبب الأول، لأنه
الدليل الديني والخطاب الديني يعتمد على اللغة، واللغة تعتمد على 3 أركان. اللغة الدينية والنص، يعني النص الديني يعتمد على 3 أركان. أما العلمي والمنطقي لا، هو الكلمة معناها. زين، هسه هذا الثاني، أن كل الناس ما عندهم استدلال عقلي محض. يعني العقل عند كل الناس 10% 20%، والباقي رغبات وشهوات، وهذه مسلم. حتى نيتشه يقول لا، اصلا كل الناس كلهم 100% رغبات وشهوات وكذا، ماكو عقل محض. هسه نحن نقول لا، عندنا دليل عقلي محض مثل الفلاسفه وشيء رغم اختلافهم، لكنه ادله معقوله ومنطقيه. مثلا التوحيد أدلة منطقية، الله وجود الله أدلة منطقية. مثلا أنه كل قائم على العلية، هذا كل عالم معلول وممكنات، حتما إلى علة، وهذه العلة أقوى وهي مدبرة وعالمة، لأنه هذا النظم موجود، فكلها قائمة على دليل منطقي. أما دليل باقي الأمور أبدا لا منطقية ولا، كلها شهوات ورغبات. فالذات البشرية لا تتبع الدليل المنطقي إلا مع اختلاطه بالرغبات. فشو كل شيء إذا الشيعي لأنه رغبته عند الشيعة، فكل دليل حتى لو ضعيف يأيد الشيعة ويأيد عصمة الأئمة، هذا صحيح رأسا يقبله. وكل شيء دليل قوي حتى ضد مع السنة، هذا دليل ضعيف لا يعتمد عليه. وكذلك السني، وكذلك المسيحي مثلا يقول صوت من السماء في الإنجيل، صوت من السماء قال أنه هذا ابني، إذن ثبت أنه المسيح ابن الله. بس هذا الصوت منه؟ يقول من الله. مو معلوم من الله، يمكن الشيطان، يمكن في الملائكة قال هذا ابني. على أي حال هسه هذه كل الأديان. فإذا الرغبات كل موجودة عند كل الناس، وهي أقوى من العقل والمنطق. هذا السبب. فالثالث، الميزة الثالثة، أنه الدليل الديني هدفه غايته إقناع الناس بهذا الدين. أما الدليل المنطقي والعلمي غايته كشف الحقيقة. الدين مو كشف الحقيقة، أنه هو قبلان مؤمن يريد أنه هذا الله وقرآن من كلام الله والنبي محمد، بعدين يأتي بأدلة لتأييد. فإذا الغاية مهمة. غاية الدليل المنطقي كشف الحقيقة. هذا العلماء الطبيعة ما عندهم غرض ومرض أنه حتما إلا ما يؤيد رغبتي، لا. شوفوا هناك جاذبية لو ماكو جاذبية، بعد الأرض عن الشمس كذا، يمكن ما له ربط وياه. ولهذا كل علماء الطبيعة متفقين على الفيزياء، الكيمياء، الفلك. أما الاختلاف في الدين، ليش؟ لأنه الخطاب الديني غرضه الإقناع، خطاب إقناعي بأي صورة، حتى لو دليل ضعيف، حتى لو كان، لأنه تقتنع وتؤمن حتى بالقوة بالسيف. القرآن يعني والإسلام معروف كله بالسيف والكذا، حتى الناس صاروا مؤمنين، حتى لو الدليل غير أخلاقي، يعني بالسيف وأموال خديجة وكذا، حتى صاروا مسلمين وكذا. زين، فهذه دليل إقناعي. هذه فرق أساسي مع والدليل المنطقي. ولماذا كان الدليل الديني قوي أقوى من الدليل المنطقي؟ والحمد لله رب العالمين.